بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، تبقى من أبرز المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان بريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في مايو 2022، والقاضي يرفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليزاريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر من عام 2020. وبالنظر إلى أن بريطانيا كانت دائما في شبه حلف دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم للإعلان دعمه لمغربية الصحراء. وحسب الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء صبري الحو، فإن قرار المحكمة البريطانية يحظى بأهمية قصوى قضائية وسياسية في نفس الأمر، على اعتباره حكما نهائيا اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليزاريو ولم يقف عند حدود الشك، وهو ما يعدم أي مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السوء. ووفق ذات المتحدث في مقال نشره على موقع الصحيفة، فإن آثار تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا يمتد إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة، ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكامل، وأن تبرم معه اتفاقية يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، وليؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول.